مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. واليوم نسوي بيتزا سائلة طبعا، ونخلص من الفرن ونخلص من العجين، وهي كل سهلة وبسيطة وما يحتاج لها شغل هواية، ومكوناتها موجودة ان شاء الله بكل بيت. مكوناتها هي شكر ملعقة كبيرة، يعني خشوقة كبيرة شكر، نص قالب خميرة او خمرة، اللي ما عنده من هذه الخمرة يقدر يخلي الحبيبات تقريب خاشوقة خمرة حبيبات، خاشوقة كبيرة وملعقة كبيرة حليب باودر، نص ملعقة ملح، والملح حسب الرغبة، أريجانو أو زعتر الجبل. اللي يسأل شنو الأريجانو، هذا الأريجانو هذا اللي هو اسمه زعتر الجبل. طبعا عندي كوبين ونص طحين وبمي دافي، المي حسب الطحين اللي عندكم اللي متوفر عندكم. نبدأ بسم الله، نخلي الحليب، نخلي الخمرة والشكر، ونخلي الملح، ونخلي الأريجانو رشة صغيرة من عنده، ونذوب بمي دافي تقريب كوب. نذوب الخمرة كلها. طبعا هي لو خمرة حبيبات كان يعني مو هيك، كان الطحين وياه سوا اخليه، بس لين عندي قالب الخمرة يصير بارد لازم هيجي اذوبه. هسه بعد ما ذوبت الخمرة اخلي الطحين، واخلط بيه خليها ماي. اللي يسأل على أريجانو يقول شنو يعطيها طعم، يعطيها طعم كلش طيب للبيتزا، مثل البيتزا مالت المطاعم. بنات حبيباتي، هسه شوفوا هذا صار شكلها هيجي، هذه لا كلش خفيفة ولا كلش ثخينة. هسه راح اغطيها اغطيها بكيس نايلون واخليها فد 10 دقايق، ونرجع نكملها انا وياكم بين ما احضر الحشوة مالت البيتزا. حبيباتي هسه هذه بعد 10 دقايق للعجينة، ما اريدها تختمر اني فد مرة. هذا صار شكلها هيجي، هذا شكل العجينة. هسه بس افرغها هنا حتى يسهل علي من اديرها بالطاوة. نسويها 2. الحشوة مالتها هياتها حشوتها حسويها نباتية، لان بنتي ما تحب لا لحم ولا دجاج بالبيتزا، تحبها نباتية. فلفل لونين، لون برتقالي ولون احمر طبعا، وحسب المتوفر عندكم، مو الا هاي اللونين، اخضر اصفر احمر كل شي كان. افطر، بصل، شوفوا اني كلش مخففته هيجي، اني مقطعته وثارمته مخففته، زيتون واذره، وعندي هنا جبن موتزاريلا هذا، والكاتشب
وزيت على مود بس اخلي بالطاوة حتى لا تلزق العجينة من اخليها. هسه نشوف شلون انا وياكم نسويها. هذا الطاوة هاي مجرد حتى لا تلزق العجينة. افرغ هسه العجينة مالتي، يعني اخليها متساوية هالشكل هذا، واساويها بالطاوة. اساويها عدلة. طبعا اني ما عندي اكبر من هاي الطاوة، بس لا والله يمكن عندنا اكبر من هاي الطاوة. هسه الثانية نسويها كبيرة. اخلي لها كاتشب. طبعا هاي سريعة واسهل من العجينة واسهل من الفرن بهواية شغلات، اكلة سريعة. اخلي لها جبن. العجينة بنات تصير تقريبا 2، يعني 2 كبار، لان انا الطاوة مالتي صغيرة. شوفوها صغيرة. نخلي فلفل. نخلي فطور. البصل. اخلي الزيتون. واخلي الإذرة. وهسه اضيف لها جبن على الوجه. طبعا الطباخ على درجة حرارة كلش قليلة، 3 انا مخليه درجة الحرارة. هسه هذه خليناها على الطباخ وراح اغطيها طبعا على نار كلش هادئة الى ان تستوي ان شاء الله، ونشوف شكلها النهائي انا وياكم. حبايبي هسه هذه حبيت تشوفوها هيك شكلها صار. طبعا هي بعد ما استوت فد مرة، يحتاج لها فد دقيقتين 3 دقائق وانزلها. بس حبيت اقول لكم اذا الجبن يلزق تقدرون قبل لا توخروها باي شيء حاد عندكم، سكينة ولا شفرة او سباتولا او اي شيء، بس هيك تحددوها حتى ما يلزق الجبن من تفرغوها. وهذا شكلها من جوا هسه هيك صارت. بعدها شوية يحتاج لها هذا الشكل مالتها، شوية يحتاج لها. راح ابقيها مثل ما قلت لكم فد 3 دقائق ان شاء الله، ونرجع ونفرغها ونشوف شكلها انا وياكم. حبيباتي هسه هذه البيتزا مالتنا السريعة خلصت، وشوفوا شكلها شقد
طيب وحلو ومبين طبعا من شكلها، مبين طعمها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا هي شغلتها كل سريعة وما يحتاج لها وقت. اخذت شي تقريب 8 دقائق او 9 دقائق هيك على الطباخ وبالطاوة. وهذا شكلها، شوفوا. هسه اقصها قدامكم حتى نشوف شكلها انا وياكم. وجربوها برمضان مو تنسون. واذا جربتوها وعجبتكم يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات وتقولوا لي شنو طعمها. طبعا انا خليت الثانية هسه، خليت الثانية على النار مثل ما قلت لكم يصير قطعتين او 3 قطع بيتزا. هاي من هنا وهذا شكلها، وهذه هسه شكلها البيتزا مالتنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم ومع السلامة.